مهارة اقتران مزدوجة بين وبين كاينة. ينطلق على ظهور الفلوسدروم أو الرانر ويصعد إلى السماء الآن. وحش يصعد إلى السماء، وحش يقوم بهجمات سريعة جدا وركلات قوية بسرعة الضوء. حسنا، وهي الهجمة الخارقة أصدقائنا. يتضرر بشكل كبير، انفجار كبير ضد الوحش كله يكو. فلنرى ما الذي سيحصل بعد هذا الانفجار الهائل. السلام عليكم متابعينا، أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2 نسخة الحاسوب. حسنا، لدينا مهمة جديدة الآن، الحصول على البيضة أصدقائي. نخرج من هنا. حسنا، نذهب إلى جزيرة هاكولو. أيضا أصدقائنا لا تنسوا الدعاء لأهلنا في قطاع غزة بالرحمة والمغفرة، شهدائنا الأبرار بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى. ولا تنسوا الدعاء لأهلنا في سوريا ولبنان والعراق والسودان واليمن وغزة، فكربهم انهاء الحصار عنهم قريبا إن شاء الله. وأيضا أصدقائنا، إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصل لكم جميع حلقات جديدة أول بأول. حسنا، نبدأ مهمتنا الجديدة الآن، هو من أجل الحصول على البيضة. حسنا، كان في الحلقة السابقة أعطتنا أحد وحوشنا رامر هو الفلسدروم. أوكي، نذهب إلى وكر الوحش هناك كما ترون في هذا الكهف. حسنا، اضغط إكس لركوب رامر. حسنا، نذهب إلى ظهر الفلسدروم، نذهب من أجل الحصول على بيضة. نتقدم عند العلامة البرتقالية الضخمة. هل ترى هذه الوحوش خارج الوكر؟ سيكون قتال واحد منها في طريقنا بمثابة إحماء جيد. أوكي، حسنا، نحصل على بعض توت الطلاء. حسنا، تريد أن نتقاتل مع هذه الوحوش؟ لا، بتنوس. أوكي، نبدأ المعركة. إنه بتنوس، هؤلاء يشكلون شركاء تدريب رائعين، وأنت لا تزال في البداية. حسنا، دعنا نمر نرى ما يمكن أن تفعله أنت ورانمر. حدد قتالا ثم استخدم هجوم القوة. حسنا، اختار هجوم القوة، نهجم. ولا عندما يستهدف كل منكم الآخر أنت وخصمك مباشرة، ستدخل وضع وجها لوجه، المواجهة المباشرة. بالنسبة لأنواع الهجوم الثلاثة، يهزم هجوم القوة الهجوم التقني، ويهزم الهجوم التقني هجوم السرعة، وهجوم السرعة هجوم القوة. حاول تذكر ذلك. أوكي، الآن تعادل لأنه استخدمنا قوة. إذن هجوم السرعة يهزم هجوم القوة. هل ترى صف المعركة؟ سيظهر لك من سيستهدفه الوحش بعد ذلك. سنختار هجوم السرعة. هجوم السرعة ينتصر لاعبنا أصدقائنا 20 نقطة، قد فعلها لاعبنا. 18 نقطة أيضا رانر. حسنا، نختار هجوم سرعة. هجوم مزدوج بيني وبين رانر، هذا كل شيء. نفذت هجوما مزدوجا أيضا. 45 نقطة لصالح. عمل رائع، كنت أعلم أنه يمكنك فعل ذلك. كانت معركتك الأولى نجاحا ساحقا، سنصنع منك راكب وحوش حقا. حسنا، تصنيفي نحصل أصدقاء بعد النتائج نقاط الخبرة والعناصر. حسنا، بعد ما هزمنا أبتنوس نذهب إلى الوكر. حسنا، نحصل على العسل هنا، الفطر الأزرق، هذا الثلاثة. أوكي، نذهب إلى الوكر الآن من أجل الحصول على البيضة. مهمتنا هي الحصول على البيضة أصدقائنا في هذه المهمة. حسنا، ندخل وكر الوحش هنا. نذهب إلى عند العلامة البرتقالية كما ترون، العلامة البرتقالية على الوحوش الفلوسدروم الصغيرة، يجب أن نهزمها. حسنا، نقوم بهزيمة هذه الوحوش أصدقائنا. هذه الوحوش استخدم هجوم سرعة، إذا سأستخدم هجوم تقني. الهجوم التقني يهزم السرعة كما ترون. نصر لفريقي، 17 نقطة للاعبي. فلوسدروم أيضا 16 نقطة. 16 نقطة، تضررنا بشكل كبير. لدينا نستخدم عناصر عشبة. أوكي، أعطينا لاعبي لأنه تضررنا بشكل كبير حتى لا تتم هزيمته. نستعيد 50 نقطة. 6 نقاط من الفلوسدروم. أوكي، وفلوسدروم الآخر 7. 16 للفلوسدروم الخصم. لا، هذول بيستخدموا سرعة، نستخدم تقني. الهجوم التقني يهزم السرعة. 17 نقطة للاعبي. تمت هزيمة أول وحش منهم. فلوسدروم 16. أوكي، استخدم هجوم تقني مرة أخرى. هجوم سرعة وهجوم تقني مع السرعة. طبعا لاعبنا ينتصر، 17 نقطة. جمعنا طاقة كافية من أجل الهزيمة. نختار مهارات. أوكي، يريد منا استخدام تقنية عرقلة الهجوم. هجوم تقني. حسنا، هجوم التقني تقنية عرقلة الهجوم، 16 نقطة لصالح لاعبنا. حركة رائعة، لا يعرف هذا الفلوسدرو ماذا أصابه. حسنا، تمت هزيمتهم جميعا.
والنصر من نصيبنا نكتسب 4 نقاط خبرة ويرتفع مستوانا تصنيفي، وبعض العناصر أيضا نقتنيها من الوحوش. حسنا، نحن تقريبا انتصرنا عليهم. نذهب إلى الأمام، نستمر. نشاهد الآن ميزة طيران مر، نستطيع القفز من عن الصخور. نضغط حرف B، أوكي، يقفز. القفز، نضغط أوكي. ننتقل إلى الوجهة التالية. رائع، تعد وحوش فلسدروم رائع في القفز. نحن راكبو الوحوش نستطيع تطويع مهارات الوحوش ببراعة عشان نستمر بالتقدم من أجل الحصول على البيضة أصدقائي كما تعلمون. حسنا، نستمر. تم الحصول على عشبة أيضا مرة أخرى. نستمر بالتقدم. حسنا، حتى نصل على الوكر ونحصل على البيضة. نستمر. حصلنا على حشرة ذات القشرة عدد 3. أخيرا وصلنا الوكر. حسنا، أنا وكينا نتقدم بحذر. حسنا، هل يوجد وحش هنا؟ فلنرى ذلك، فلنكن حذرين. التزم الهدوء، ابقى قريبا. حسنا، ها هي كينا تختبئ وصديقنا يختبئ معها أيضا. أوه، إنه وحش كولو ياكو، إنه وحش الدجاج المزعج. هذا وحش كولو ياكو، لكن ما الذي يفعله هنا؟ يبدو غاضبا ويبحث عن شيء ما. إنها البيضة تتحرك من تلقاء نفسها، تركض إلى الأعلى. الوحش الدجاجة يراها، لو كولو ياكو يركض خلف البيضة اللي هي البيضة تاعته. تقوم بالهرب مرة أخرى. البيضة يقوم باللحاق بها. حسن، يحاول إمساك كولو ياكو. نجح بإمساكها، ولكن هل فعلا نجح؟ توقف عن هذا. تهرب مرة أخرى البيضة وتصطدم برأس الوحش الدجاجة كولو ياكو. تنطلق إلى الأعلى مرة أخرى نحو أصدقائنا وتصطدم برأس كاينا. ضربة مباشرة على رأس كاينا. كاينا تحاول إمساك البيضة، لقد نجحت بإمساكها، ولكن تهرب مرة أخرى وتخرج منها قدمين. من هو الذي يقوم بسرقة هذه البيضة؟ فلنرى من خلف البيضة. إنه القطن فيرو. أوه لا، لقد اكتشفوني. ظننت أنني هالك لا محالة. لقد كنت أغفو عندما تعرضت للهجوم فجأة. ما أنت تشبه أحد قطط الفللاين، مختلف بعض الشيء ولكن مثلهم. بحكمة المبهرة وموهبتي الفريدة أنت محقة تماما. أنا لست مثل قطط فللاين الآخرين. أنا الأسطورة فللاين البطل، هذا صحيح. أنا نفيرو. حسنا، وصلنا نفيرو هنا. نفيرو مين؟ أوكي، لم أسمع أبدا عن أي بطل من قطط فللاين. احترس، لقد عاد كورو المثابر إن سألتني. ما لنا يا صديق، أنت راكب وحوش أليس كذلك؟ ما رأيك في رعاية هذا الطائر التائه؟ مستحيل، لا يزال هذا الفتى مبتدئا، لا تقلقه، سأكون هنا لأقدم من مخلبا للمساعدة. حسنا، أنا والقطن فيرو سنتحدى وحش الدجاجة كولو ياكو. حسنا، يبدو أن حان وقت الركوب. عليك عليك ركوب. حسنا، فلتبدأ المعركة مع وحش الدجاجة كولو ياكو. لنفعل هذا فقط اتركوا لي أمور التنقل كلها. نوع خطير، تراجع للوراء. هسا أكيد بهجم هجوم قوة، نستخدم هجوم سرعة ولا يستخدم هجوم تقني. حسنا، كاين 24 نقطة، لعب 13 نقطة. هجوم تقني، ايش البهزم التقني؟ قوة. نستخدم هجوم قوة أصدقائي. حسنا، نستخدم هجوم قوة بما أنه يستخدم هجوم تقني. 72 نقطة، 22 نقطة، لعبنا 13 نقطة. تعادل مع كاينة. اوكي، 39 نقطة لكاينة. هجوم قوة مرة أخرى. قوة ضربة التركيز من كاينة 10 و10، 19 نقطة، يعني 39. هجوم القوة لاعب ينتصر 17 نقطة. 74 من رانمر 21 نقطة أيضا. نستخدم هجوم قوة مرة أخرى
حمل الصخور، اوه لقد حمل صخرة. اوكي حسنا، نختار الى سلاح اخر اكثر حدة. تقنية ضربة التركيز من كاينا. حسنا، رانمر يهجم. نختار مهارات تبديل الأسلحة. المطرقة الحديدية. اوكي، المطرقة الحديدية تستطيع تدمير الصخرة. نختار هجوم قوة مرة أخرى ضد سحق الصخور. 17 نقطة. حسنا، هذا الهجوم ينجح في تحطيم الصخرة. حسنا، رانمر يهجم مرة أخرى. نقطتين فقط. نقطة لرانمر، وكاين أيضا ليس كثير. حسنا، استخدم هجوم القوة من لعبة. جرب مهاجمة جزء من الجسم باستخدام أسلحة مختلفة. اوكي، نستخدم برضو مرة أخرى. استخدمت هجوم سرعة، ينتصر على القوة. اوكي، ولكن لن يؤثر على الصخرة كثيرا. حسنا، هجمات قوية من كاينة. تجمع طاقة هائلة كاينة. نقطتين للعبي، نقطتين لرانمر مرة أخرى، ولعبنا 17 نقطة. ضربنا جدا من تدمير هذه الصخرة. حسنا، نختار هجوم قوة. تحديد الهدف، نتابع هدفه. حصلوا أنفسكم. حسنا، أخيرا حطمنا الصخرة من لعبنا. الآن هجمات خاصة حاسمة ستكون 186 نقطة و52 نقطة. حسنا، بلغ مقياس الاقتران لآخره. حسنا، اختار مهارة الاقتران أصدقائنا. نختار مهارة الاقتران ونهجم على الوحش. مهارة اقتران مزدوجة بين وبين كاينة. ينطلق على ظهور الفلوسدروم أو رانمر ويصعد إلى السماء. الآن وحش يصعد إلى السماء، وحش يقوم بهجمات سريعة جدا وركلات قوية بسرعة الضوء. حسنا، وهي الهجمة الخارقة أصدقائنا. يتضرر بشكل كبير، انفجار كبير ضد الوحش كله يكو. فلنرى ما الذي سيحصل بعد هذا الانفجار الهائل. 414 نقطة حاسمة. تمت هزيمته. أحسنتم صنعا أصدقائنا. تمت هزيمة وحش الدجاجة كولو يكو. حسنا، انتصارنا الأول. نكتسب 8 نقاط خبرة وتصنيف أصدقائي بعض العناصر. حسنا، لقد فعلناها يا صديقي. كان هذا الفتى نبض قلبي، لكنك كنت بارعا أيها المبتدئ. يبدو أن لديك مهارات جدك. حسنا، نجحنا بالانتصار عليهم. بماذا أخبرتك يا رفرلاين الشهير؟ ماذا يفعل؟ أخبرتك أن هذا بداية شيء ملحمي. سنكون رفقة من الآن فصاعدا. سأفعل كل ذلك مجانا، ولكن إن أردت حقا شكري لن أرفض 2 من الكعك المحلى. يبدو جائعا هذا القط. تعرف أنه يمكنك أن تطلب شيئا تأكله إذا كنت جائعا. مهلا يا رفاق، من أخبركم أنني شره أعشق الوجبات الخفيفة. هذا الرفيق لا يشبه قطة الفللاين الأخرى، أليس كذلك؟ لكن مهلا، لقد حصلت على بيضة من هذا الاتفاق. هل تريد العودة؟ أجل، نريد العودة. حسنا، بعد أن حصلنا على البيضة، ما أجمل العودة للديار. تعال دعنا نفقس بيضتك. قابلني في الأراضي المخصصة لإقامة طقوس أعلى الحظائر. حسنا أصدقاء، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2. نراكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء. وإذا عجبتكم الحلقة ووصلتم إلى هنا فأنتم أسطوريين أصدقائنا، وأرجو أن تعملوا لايك واشتراك للقناة. وأيضا لا تنسوا الدعاء لأهلنا في قطاع غزة بالرحمة والمغفرة، وأشهد أن الأبرار بالشفاء العاجل المصابين والجرحى. إلى اللقاء.